السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليك دايما ممتن، لأن في نعم كتير جدا حواليك يمكن ما تكونش واخد بالك منها أو اتعودت على وجودها لحد ما بتشوف غيرك محروم منها في مستشفى أو أزمة. عشان كده دايما أشكر ربنا على نعمه عشان ما تزولش وعشان تكتر، كما قال تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم. وادعي زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. وافتكر دايما إن بعد الحزن بيجي نور، ولما تفتكر نعم ربنا قلبك هيهدى. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يعني مهما عديت النعم فالنعم أكتر بكتير، بس محتاجة قلب شاكر مش عين بتقارن. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله. يعني كل ما تبص للموجود مش المفقود هتلاقي الحزن بيخف والطمأنينة بتكبر. الشاهد من الحديث ان انت تبص دايما في الدنيا للي اقل منك عشان تحمد ربنا عليه وعلى نعمه اللي اداهالك وفضلك عن غيرك. وفي الدين بص للأعمد منك والأحسن منك عشان تجاهد نفسك وتحاول تكون كويس. والحمد مش بس كلمة، الحمد دواء بيه بيتبدل حالك للأحسن، وبيتفتح باب الرضا والقناعة، وبيطمن قلبك وبتزيد النعم. للشكر 3 أنواع: شكر اللسان إنك بتثني على المنعم وتتكلم بالنعم وتقول الحمد لله من كل قلبك في كل حال. شكر القلب إنك تعترف جواك بالنعمة وتشوفها فضل من ربنا مش حق مكتسب، وتحس بامتنان صادق من جواك لربنا. شكر الجوارح إنك تستخدم نعم ربنا في طاعته. تشكر عينيك لما تستر عيوب الناس، وودانك لما تبعدها عن الغيبة والنميمة، وإيدك لما تساعد بيها غيرك، ورجلك في كل خطوة بتخطوها لربنا. الشكر عبادة خفية بس أثرها عميق، تخلي القلب يرضى والنفس تهدى ويفضل النور ساكن جواك. ابعت الكلام ده لكل شخص عشان نمتن ونحمد ربنا على نعمه كتير قوي علينا. وشكرا ليك، وصلي على اللي هيشفع لك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.